السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول اليوم يا غوالي برج الجدي. برج الجدي يبدأ من 23 ديسمبر لغاية 20 يناير. برج الجدي كريم معطاء طبعا من صفاته الحلوة لبرج الجدي. هو برج ترابي عقلاني ذكي يحب الشهرة والسلطة. الجدي برج يتميز بالذكاء الساحر، يعمل بحرفية عالية ويتمسك بالقيم التقليدية، يعني بحب يعرف كل شيء، بنقول فضولي أو حشوري شوي. وتوقع الأسوأ دائما للأسف. الشخص الجدي جذاب، ذو شخصية جميلة، يسحر الآخرين بإطلالته الساحرة. يعني فينا نقول إنه هو من أكثر الأبراج جدية. شخص لا يسامح ولا يتنازل عن حقه. يملك القدرة على تحمل الأعباء رغم روحه الفكاهية. طبعا روحه الفكاهية وقت هو بده، يعني وقت هو بيكون بده بيمزح معنا، بفرفش معنا. طبعا برجع بقولكن وقت هو بده بتكون روحه فكاهية. شخص ما بيحب يأذي حدا، بيحفظ الود وبيعامل بالأكثر إبهارا. طبعا بيحترم الناس، هو برج خجول وبيحب الصدق وما بيعرف إنه يعبر عن مدى حبه للآخرين. الجدي ينتظر طويلا كي يحصل على الحب الحقيقي في حياته. الجدي إذا أحب بصدق أخلص للشريك. برج بحب الوفاء لا يحب الخداع والنفاق. برج الجدي الرجل بتوافق مع السرطان والعذراء، إن كانوا نساء أو رجالا طبعا بشكل عام. يعني شو صار له لساني عم يتلعثم. وبيختلف برج الجدي مع الحمل والجوزاء والأسد، مع انه في مقربين كتير بيبقوا من هيدي الابراج، يعني بين اخذ وعطا شوي، بعدين يعني بيمشوا القصة. امرأة برج الجدي بقى بنقول عليها انه حساسة رومانسية، ما بتعرف تعبر عن مشاعرها، يعني بتحتاج وقت كبير كتير لحتى تعرف تتعامل مع الشريك. ليه؟ لأنها أنثى خجولة. بس طبعا بهذا الوقت ما بقي حدا خجول للأسف. صارت المرأة أقوى من الرجل بمشاعرها. بس عم نحكي بشكل عام، يعني بتاخد المشاعر الشريك وبتكبدها، يعني بتحطها بأعماقها وبتحترق بداخلها، وما بتعرف تظهر حبها للشريك. والله أعلى وأعلم. هي شخصية قيادية بتحب السيطرة على محيطها. هي لأنه بتحب التقدم دائما وبتكره الفشل. برج الجدي الأنثى بتكره الفشل. بتحس عندها إحساس دائما إنها هي مسؤولة عن العائلة، هي مسؤولة عن كذا وكذا، يعني عندها نوع من الغيرة من الآخرين. بس إنه غيرة حلوة، يعني ما إنه غيرة حسد أو أشي، لا لا لا. غيرة حلوة، بتحب تسعى دائما هي للأفضل وللأحسن. برج الجدي عنده شراكات أو بيسعى لشراكة مع حدا من المقربين، مع إنه برج الجدي ما بيحب يتعامل مع حدا، بيحب يتعامل مع نفسه. يعني بحب العمل يكون خاص فيه، يعني عامل مثل المثل اللي بيقول العب وحدك ترجع راضي. بس أحيانا الظروف بتحكم الإنسان. جدي أنت إنسان مجتهد جدا ومخلص بعملك، وبتمنى لك النجاح الباهر، وإن شاء الله حتحصل على النجاح الباهر يا برج جدي. بتستحق أن تكون نمبر 1. شو بنقول لك يا جدي؟ انت عندك تغيير بحياتك، عندك تغيير بحياتك رائع. بالنسبة لك انت رائع. ممكن يكون في عندك اخطاء، مثلا شيء بسيط، بس انت بنظرك انه هيدا الشيء اللي حققته شغلة واو 5 ستارز يعني. ورح تتعلم من اخطائك السابقة على فكرة، وتكون حافز لك بالنجاح. الاخطاء اللي مريت فيها انت رح تكون هيدي القصة حافز لك انك توصل للنجاح. برج الجدي انت انسان لا يحب الاستسلام،
وتواظب على تفكيرك المستمر بالهدف والوصول إليه. يعني بتضل هيك لحتى توصل للفريسة لحتى توصل للهدف اللي انت بدك اياه. الجدي منتظر شيء بفارغ الصبر من زمان كتير على فكرة. طبعا ما فينا نقول كل البرج، فمعظم برج الجدي فينا نقول انه منتظرين كتير من زمان شيء. شو هو الشيء؟ الله أعلى وأعلم. ما حدا بيعرف غير برج الجدي، هو اللي بيقدر إنه يعرف شو هيدا الشيء. منتظر، ممكن يجيك مسج من حدا، ممكن حب قديم، ممكن سفر كمان فينا نقول، الله أعلى وأعلم. من الآخر يعني حقلك الشيء اللي أنت عم بتفكر فيه رح تحصل عليه من الله وإن شاء الله، واحمد ربك دائما يا برج الجدي. يعني حتكون من الناس اللي حيكون لها مكانة عالية، مكانة خاصة يعني بين محيطك بين عالمك. والبعض منكم عندكم علاقة ثلاثية، خد بالك من الأصدقاء، دير بالك ولا تقول ما حذرتك يا برج الجدي. حذرتك، قلت لك خد بالك من الأصدقاء والمحيط الأقارب من حولك. يعني نقدر نقول إنه في حدا بيعرفك وبيعرف المدام، طبعا المتزوجين أو للخطاب هيدا الكلام، ما نقول على الزابية شيء، إنه بيقعد بيحكي مع المدام وبيعبي لها راسها. فدير بالك، دير بالك من الأصدقاء ومن الأهل المقربين جدا. شو بدنا نقول لك؟ دير بالك منيح يا جدي، والله قلبي عندك يا جدي. دير بالك لا يخربوا لك حياتك الزوجية. البعض كمان عندهم هدف، عم يخبوا مصاري، عم شلون بدي اقول لك، يعني عم تخبوا مصاري بشكل عام وبدكم تشتروا شيء يعني. وإن شاء الله بقدرة الله بيكمل المال يلي انتو نفسكم فيه وبتشتروا كل يلي بتتمنوا بحياتكم. كمان في عندك مسج يعني غير متوقع، رح يجي لك مسج من صديق من قريب. يعني انت رح تنذهل انه معقولة هيدا الشخص رح يمد لي ايد المساعدة، معقولة. يعني رح تفرح كتير بشكل عام. دير بالك يا جدي، انت من صفاتك بتحب الشهرة والأضواء، وإن شاء الله يا رب الناس حتبارك لك قريبا جدا، عاجلا غير آجل يا برج أجدي. رح الناس حتبارك لك كتير، يعني في أمر ما رح يحصل معك. أوه ماي جاد، يعني شو بدي أقول لك، يعني فوق الخيال الشيء رح يصير معك. والناس طبعا حتبارك لك، اللي بيحبوك واللي بيكرهوك كله حيبارك لك. مبروك يا برج الجدي، مبروك إلى آخره. يعني أنت بتستحق يا برج الجدي، على فكرة أنت من الأبراج الفكاهية. بس برجع بقول لك لما انت بدك تكون فكاهي، والاوقات اللي بتتعامل فيها بجدية حتى بحياتك العائلية على فكرة، حتى بحياتك العائلية ما يعني شو بدي اقول لك على حياتك العائلية، ما بتحب حدا يقرب منها نهائيا. والله لو بيكون سلطان زمانه وبده يقرب على حياتك العائلية، فانت بتقول له ستوب، يعني لحد هون وبس. يعني استحالة انه برج الجدي يسامح او يغفر للشخص يلي بيلعب معه. يعني منقول انه برج الجدي ما بيسامح نهائيا بأي شخص قام بخيانته واخطأ في حقه طبعا. وبيمشي على فكرة برج الجدي وبيترك كل شيء ورا ظهره، لأنه لا يحب أن يقترب أحدا من جو العائلة نهائيا. وإذا حدا حاول اقتراب يا لطيف بيقلب من جدي لوحش مفترس. ديروا بالكم من برج الجدي يا غوالي، لحدا يلعب معه بالمرة. برج الجدي بيعشق تفاصيل حياته بدقة، صديق مخلص. يعني من شدة الإخلاص اللي عنده هون بينقهر برج الجدي لما حدا بيخونه. على فكرة بيجيد الإتقان، وبيجيد الإتقان يعني بالعمل اللي هو بيعمل فيه متقدم جدا. وعلى فكرة هو بيقدم النصائح النافعة، وهذا من خبرته بالحياة لبرج الجدي. بيجيد الحلول للمشاكل وتقييم مواقف بمهارة. يعني يعبر برج الجدي عن حبه بالأفعال وليس بالكلام. عنيد وراسه كبير. من عيوب برج الجدي نقول بقى متقلب المزاج، عنيد بسرعة، متشائم بدرجة كبيرة، انطوائي على فكرة. بفضل الاستقلال والبقاء وحيدا أطول وقت، لأنه بيقعد بيخطط ممكن، وعنده هي الإرادة. على فكرة هو عنيد، برجع بقلكن بحب التمسك بالأفكار حتى لو كانت خاطئة أفكاره، بس بكيف وبيروق عليها يعني بيعتقد إنه أفكاره وقراراته هي الصائبة دائما.
دائما دائما. برج الجدي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، سلام الصلاة والسلام على رسول الله يا غوالي. لا يثق بسهولة حتى يتأكد من مصدر أخلاقهم ووفائهم للأشخاص اللي بيتعرف عليهم بحياتهم. وشخص الجدي يعني بيكره إنه يظهر ضعفه قدام الناس، يعني ما بحب الناس يقولوا إنه عليه ضعيف، لا، بيحتفظ بالضعف هيدا لنفسه لذاته. ودائما بيورجي المحيط انه هو قوي، ويا ارض اشتدي ما حدا قدي، وبيتخطى الازمات على فكره بمهاره جدا. برافو عليك يا جدي. محتار شوي بهالايام، شوي مشغول متشتت، مشغول البال عم تفكر بحدا ومالك عرفان تاخذ قرار، يعني عامل مثل رجل لقدام ورجل لورا. حتى الضحكه يعني شوي فينا نقول انه عم يتداولها برج الجدي. عندك مال وفير بسم الله ما شاء الله. برج الجدي يعني عام مليء بالمال والثروات، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. ابشر ابشر يا برج الجدي. ابشر من الله الفارج. رح تطلع من الدوامة اللي انت فيها ومحيرتك. عندك صفحة بيضة بإذن الله رح تبدأها إن شاء الله، وحتكون خير عليك طبعا بمشيئة المولى عز وجل. وعندك علاقة رح تحذفها من حياتك كده، رح تشطبها رح تشطبها يا برج الجدي. عندك مفاجأة بإذن الله، خبرتك عليها من شوي إنه ممكن يجيك بمسج، يعني مفاجأة حتغير لك مجرى حياتك بإذن الله. واللي متعبك واللي مدوخك بإذن الله رح تفرج عليك وتبعد عن كل هالمواويل يلي انت كنت عم تغنيها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت على فكرة يعني انسان شخص وفي، بس للأسف يعني إنه في ناس كتير بيستغلوك، دير بالك، بيستغلوك كتير الناس لحتى من خلالك يحققوا أمنياتهم، يحققوا نجاحاتهم. فدير بالك يا برج الجدي. حتكتشف في وقت قصير مدى خداعه لك هذا الشخص، يعني أو هاي الشخصية بشكل عام، الأنثى أو الذكر. دير بالك دير بالك، هلا صار وقت الشغل، صار وقت الموني يا برج الجدي اللي عندك. فدير بالك مزبوط، وبإذن الله بإذن الله عندك خروج، برجع بقول لك ياها مليون مرة، عندك خروج من شيء متعبك بحياتك. وبإذن الله رح أقول لك يا برج الجدي، هذا العام رح يكون عندك مبشرات كتير، وفي طرق كتير حتى تنفتح القصة عليك. عندك تيسير، عندك أمور جدا رائعة. فدائما بتمنى لك يا برج الجدي كل خير وكل استقرار بحياتك. ولا تنسانا من المال، بخشش علينا بدي لكم يا برج الجدي ويا غوالي، ان شاء الله تكون وفيت حق برج الجدي، وان شاء الله بحفظ الرحمن بحفظ الحفيظ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. باي باي.